ألف مبروك للزمالك الفوز بالسوبر بعد 30 سنة بالظبط. الزمالك بيعيد كتابة التاريخ بسوبر تاني على حساب النادي الأهلي. الأول كان في جوهانسبرج 1994 والتاني في الرياض 2024. من المرات القليلة إن الفرقة تبقى أفضل في الوقت الأصلي وهي اللي شكلها أفضل، وفي نفس الوقت بتبقى هي الأفضل في ضربات الجزاء وتوفق في إحراز البطولة. كان هيبقى ظلم كبير ان الزمالك يخسر هذا السوبر لانه كان يستحق. النهارده الزمالك مش بيكسب السوبر بس، الزمالك النهارده بيسترد ثقته في نفسه. النهارده تقدر تقول ميلاد جديد لفريق نادي الزمالك. الزمالك ادى بشكل غير كل التوقعات. كانت كل الحسابات الفنيه بتقول انها رايحه للاهلي، وكان في اطمئنان كبير عند كولر. في المقابل كان في حذر شديد وتخوف من جوميز، وانا واحد من الناس اللي اتكلمت عن ان القمة دي لا تحتمل اي افتكاسات من جوميز. انا بقول لا، جوميز تعامل بشكل صح، ادار بكفاءة، تفوق على كولر، تشكيله كان صح، تغييراته كانت صح، ساعدوا على كده لعيبة رجالة. يعني قلما نشوف لعيبة الزمالك على هذا المستوى من الأداء الرجولي والإصرار والعزيمة والتحدي. يمكن اللي هاجموا الزمالك بشكل فيه سخرية أو خروج عن التقاليد وإنه ما ينفعش إن هو يسافر أو إن هو يكمل وإن هو رايح مغلوب، أعتقد إنه ده كان في صالح الزمالك. وزي ما الدنيا كلها اتكلمت داخل نادي الزمالك، وزي ما شيكابالا كابتن الفريق الأسطوري اتكلم واشار يعني بين الكلمات قد ايه اللعيبه كانت واخده الماتش على قلبها، والاداره سندت بقوه، وبالتالي الفوز ده يعني اختصر مسافات زمنيه كبيره ان الزمالك يعود كما كان. بعتقد ان الزمالك النهارده بشكله ده آه هيعود منافسا قويا في بطوله الدوري، منافس قوي على الكونفدرالية، عودة من جديد للفوز بالبطولات اللي تليق باسمه. أنا بشوف إنه حتى المكسب ده بهذا الشكل الأنيق بالمستوى التنظيم الهائل للرياض، برضو كان في حاجات جميلة جدا جدا. أنا بهني أو بشكر إخواننا في السعودية. وبرضو الزمالك يعني من الحاجات الجميلة جدا إنه برضو المكسب بيجيب مكسب. يعني لما الموسم الرياض يدي الزمالك مكافأة بطل السوبر 1.5 مليون دولار غير مكافأة أو المكسب الكبير من الأدبي والمادي من الاتحاد الإفريقي، فدي برضو حاجة جميلة. وعلى فكرة أنا لما اتقال إن في مكافأة هياخدها الفايز، أنا شكيت في لحظة إن المكافأة ممكن ما تطلعش حسب نتيجة وسير المباراة، لكن بفوز الزمالك والحصول على المكافأة التي أشير إليها من قبل، ده طبعا يعني تحية للناس المنظمين في موسم الرياض. ألف مبروك للزمالك وجماهيره، أداء مشرف جدا. جوميز اللي كان بيتضرب وبيتلطش، أعتقد يعني وأنا كنت من الناس اللي بينتقدوه، شايف إن هو ثبت أقدامه في الفرقة. إدارة الزمالك تستحق التهنئة. اللي يستحق التهنئة كبيرة جدا جدا هم جماهير الزمالك اللي كان عندهم ثقة وطول عمرهم عندهم ثقة في فريقهم انه دايما هيكون عند حسن الظن في المواقف الصعبة. وبعتقد انه لم يكن هناك اصعب من سوبر 2024 عشان الزمالك يتولد فيه من جديد. فألف مبروك لجماهير الزمالك، وهارد لك للنادي الأهلي. بطولات كتير حصل عليها النادي الأهلي، ولكنه لم يكن الأفضل خلال سير المباراة، ولم يكن أكثر توفيقا في ضربات الجزاء. تحية للزمالك وجماهيره، وتحية كمان للكرة المصرية اللي سطرت في السوبر 2024 شكل جميل. اعتقد ان احنا يعني بنسترد بيه كتير من سمعتنا وكتير من هيبة الكرة المصرية، وبتأكد من جديد
ان الاهلي والزمالك هما الاكبر في مصر، في الوطن العربي وفي الشرق الاوسط. وشكرا لحضراتكم.